السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي يبغى طريقة صيد النحل بنعيدها وإن شاء الله تكون واضحة. هذا الشمع الأسود الفاضي اللي ما فيه عسل كلها تمشي، لكن اللي ما فيه عسل يكون أسرع. تبدأ دودة الشمع تدخل فيه وتاكله وتفتته، يصير أسيب أكرمكم الله زي التراب كذا ناعم. نخزنه في خشب ولا في نفس الخيشة هذه كيس ولا شوال حق رز ولا في أي شيء. بعد يمكن 2-3 يكون بنفس الطريقة هذه. نشيله لأن في شوائب، نطلعها منه، ننخله نخل في زي حق الرز هذا، يطلع لنا الناعم منه عشان نخلط لنا مع المويه ينعجن، ونقدر ندهن به المكان اللي بنحط خلية النحل فيه زي الأحجار أو فننخله ونشيل اللي طالع منه، نغلي له شوية موية نفس طريقة الرز. نشيل له حق اللبن هذا. أول شيء الموية نفس طريقة الرز، تكون أعلى منه بشوية 2 سنتي أو 3 بالكثير. نوزنها معه، لازم نوزنها معه. الموية ما تكون مغلية، دافية قبل الغليان. نعطيها إلى ما نوزنها زي الرز. الآن باقي يبغى له مرة ثانية، يمكن تقريبا نفس الغلاية هذه. رجعنا حطينا عليه موية مرة ثانية، ونحاول نوازنه. بعد ما نوازنه ناخذ الخلاط حق اللبن نخلطه به لمدة بالكثير 10 دقائق عشان يذوب في الموية. فمثل كذا هذا خلاط اللبن نبدأ نشغله. خلاط اللبن معروف اللي يسوون فيه السمن يسوون فيه. شغلنا الخلاط، تونا شغل الخلاط ننتظر على 10 دقائق. بعد 10 دقائق خلاص ننتظر. بعد تقريبا 3 ساعات نشيل اللي طلع العسيب بعد ما برد واستوى خمر. نجي على الكهف اللي فيها المصيدة حقة النحل، ندهنها دهن بكيس بلاستيك. الكيس أحسن شيء، كيس نايلون بلاستيك نفس اللي عندي، وإذا ما توفر أي شيء موجود عندي ندهنه. نبدأ رش الخلية كاملة مثل ما هو واضح. مكان الخلية اللي بنصيد فيها نحل ما تختلف، شرق غرب شمال جنوب أي مكان، المهم أنه يكون ممر للنحل. أهم حاجة أنك تجي بمكان يكون ممر للنحل. النحل له هجرتين، في الشتاء تكون غرب وفي الصيف تكون شرق. النحل المهاجر له رحلتين، رحلة في الشتاء تكون غرب ورحلة في الشتاء تكون شرق. له رحلتين، رحلة تكون في الشتاء غرب صحيح، وتكون في الصيف شرق. وهذه الخلية بعد ما صادت مثل ما هي واضحة، بعد ما دهنا وزبطنا. هذا النحل جاء وتقريبا له أسبوع، ما له فترة، واضح العسيب على هذه الخلية. يعني ما هو نحل الحد، لكن نعم الحمد لله. اللي يبغى الطريقة هذه الطريقة، وأتمنى أنها تكون واضحة. بالنسبة للإضافات ما في ولا إضافة، شمع صافي مثل ما هو واضح. جربت جميع الطرق، لكن زي هذه ناجحة 100%. ما يحتاج أنك تكلف وتحط إضافة أبدا، لا أشجار عطرية ولا غيرها، ما يحتاج. اللي بيحطها إضافة عادي لا بأنا، لكن ما يحتاج. برضه أهم حاجة ما حددها. شوف المنطقة كيف واضحة اللي بحط الخلية فيها. أنا في نص الجبل الآن، الوادي أسفل. شوف الخلية حطيتها في كهف يصير داخل، وبعسبها، ومكانها طيب جدا ويصيد دائما بأمر الله. الموقع الثاني، أنا الآن في الوادي اللي قدامي جبل فيه كهف يصير
ممر النحل دائما يكون نفس هذه الطريقة اللي أشر عليها بيدي. حتى لو مر في أسفل الوادي أعلى الجبل بيشم ريحة العسيب ويجي. إن شاء الله أنها تكون واضحة. المقاطع ملخبطة لكن أعذرونا. والله إن كل هذا الجهد عشان اللي قد طلبني يشرح له. إن شاء الله أن الشرح يكون في بإذن الله. الأغلاط لا بد منها. البعض ما بيفهم لكن أنا تحت أمره.